السلام عليكم حبابنا خاوتنا في فيديو جديد. في مباريات اليوم الشامبيونز ليج، بالضبط مباراة بروسيا مونشنغلادباخ الألماني ضد المان سيتي الإنجليزي. رياض محرز دخل كاحتياطي في هذه المباراة، لكن في مباراة الشوط الثاني شارك ل20 دقيقة فقط. رامي بن سبعيني كالعادة أساسي مع ناديه بروسيا مونشنغلادباخ. كنشوفوا في لقطة ما بين رياض محرز ورامي بن سبعيني لحظة دخول رياض محرز، يعني تشوف باللي تحابوا كي كانوا يلعبوا كونتر بعضهم. اللقطة الأولى هنايا رامي ضد رياض محرز، هنا كيفاش رامي داعب محرز. أيضا اللقطة الثانية اللي تشوفها الآن غوارديولا كيفاش كان يداعب في رامي بن سبعيني وتفاعل مع حفيظ دراجي. الصورة الجميلة بين غوارديولا ورامي بن سبعيني، مش عارف وش قال له. الصورة الجميلة بين غوارديولا ورامي بن سبعيني، مش عارف وش قال له. ايضا اللقطة الثالثة اللي كانت لرياض محرز اللي كان راح يتوغل بالكرة، لكن نشوفوا تدخل رامي بن سبعيني وكان ايضا تفاعل معاه حفيظ دراجي. نشوفوا هذه اللقطة. عرقلة من رامي بن سبعيني لرياض تبدو غريبة بالنسبة إلينا طبعا. إذا مباراة اليوم ما بين الدوليين الجزائريين رياض محرز ورامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني تحصل على تنقيط، ماشي التنقيط اللي موالفين نشوفوه به، 6.6، لأنه ما قدمش الكثير. رياض محرز دخل في 20 دقيقة لكنه تحصل على 7، وهذا كان دخل في مكان ستيرلينغ. المباراة هذه كانت انتهت بهدفين مقابل 0 لمانشستر سيتي. هذا وش حبيت أشارك معكم في هذا الفيديو، إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم، والسلام عليكم.